فريق الهلال. أسامة نقول ألف مبروك، الهلال اليوم ب10 لاعبين كان 10 على 10، كيف تعلق على مجريات المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، ألف مبروك لنا جميعا كهلاليين. هذه النقاط الثلاثة صراحة كنا نحتاجها. يعني المباراة يعني شفنا فيها أحداث يعني غريبة. الكل اللي كان شاف المباراة كان بيقول الهلال ما راح كان يفوز طرد وبلنتين، ولكن يمكن دائما النقص يولد قوة، وهذا اللي حصل. يعني بعد ما حصل الطرد وخالد شراحيلي نقول الله يعطيه العافيه صد ضربتين جزاء. نقطة التحول في تصدي خالد شراحيلي ضربتين جزاء. اكيد هي نقطة التحول صراحة للمباراة. نقول الله يعطيه العافيه. ودائما يعني ميزة الهلال ومن العام وهذا الموسم انه دائما البديل يكون على قد المسؤولية. كابتن نتحدث عن ماجد المرشدي في مباراتين 3 ضربات جزاء تحتسب على نادي الهلال، هل ماجد المرشدي ربما يعاني يمكن امور نفسيه؟ انت اقرب اللاعبين بالنسبه له وانت قائد الفريق. اول شيء ماجد لاعب كبير ما نختلف عليه اي اثنين، لاعب مهم في الهلال مهم في المنتخب السعودي. هذه كرة القدم دائما يكون فيها يعني اخطاء، انا ما ابرر انا عشانه زميله، لكن دائما الكرة يوم يعني دائما يكون فيها اخطاء. ولكن احنا كرجال داخل الملعب يعني شفنا ماجد انطرد، حاولنا انه يعني تعرف يمكن لو انهزمنا هذا بيكون اللوم على ماجد، ولكن تحملنا المسؤوليه ونهدي هذا الفوز لماجد المرشدي. شكرا كابتن. عفوا حبيبي. محمد الشلهوب الذي احرز الهدف الاخير بالنسبه للفريق الهلالي. كابتن نبارك الفوز اولا. محمد الشلهوب يعود للتهديف، تعودنا في الموسم الماضي على كثره تهديف محمد الشلهوب هداف الدوري في هذا الموسم، سجل هدف امام الرائد. كيف تعلق على مباراه هذه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله شكر الله ربي وفقنا. طبعا بقول لك من الاخير يعني الكل يعرف الاسبوع قبل الماضي يعني اسبوع ما كان جيد لنا، الخروج من الاسيويه كان صعب علينا. اسبوع انا قلت شبه جيد يعني امام النصر، اليوم اعتقد انه اسبوع ممتاز، ان شاء الله ربي يوفقنا ونستمر. اما عن التهديف، اول هدف في الدوري العام هداف الدوري من نحس. لا يعني بصراحه ماني شو اسمه ما راح افكر اللاعب الوسط بالذات، انا يعني اللاعب وسط يسار ممكن تجي مره في العمر هداف الدوري، فالحمد لله شكر الله اليوم سجلت هدف اعتز واتشرف فيه. كابتن الكل كان يتحدث عن ان ظروف الهلال كانت صعبه من استقاله الامير عبد الرحمن مساعد ومن رحيل جيرتس. اليوم على ارض الواقع خصوصا في شوط المباراه الثاني كان وضع الهلال بشكل مختلف. اكيد يعني تاثرنا بخبر استقاله الامير وقال انه هو اللي يتحمل المسؤوليه. كل امانه كلنا كنا مقصرين، والامير عبد الرحمن يعني ما قصر معنا بكل امانه، يعني اقول لك وبدون مجامله. اذا كان هو اكيد بيسمعك الان وجه له رساله وهذه الكاميرا. والله ان شاء الله اقول انها يعني عدل على الاستقاله مو بيعدل، ان شاء الله نفكر ونسمع خبر مفرح. دايم كل يوم في التمرين نتكلم وش صار على الامير، كل واحد يجيب اخبار ثاني يسالوني انا عن سمو الامير، وان شاء الله نسمع الخبر اللي يفرح الجماهير ويفرحنا كلاعبين ببقاء الامير ان شاء الله. نشوف محمد شلهوب يسجل المباراه القادمه ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله، بس اهم شيء المستوى كان في مستوى. وطبعا ما انسى اني اشيد باخوي الحارس خالد شراحيلي، اعتقد هو اللي حول المباراه، يعني صالحنا اعطانا اكثر قوه، بذلنا مجهود اكثر، ساعدنا في المباراه، رد بلنتيين شيء مو سهل، وايضا طرد يعني لعبنا ب10 لاعبين. الحمد لله شكر الله، اهني جميع زملائي اللاعبين. كابتن دائما عندما يبرز لاعب في خانه معينه مثل محمد دعية كحارس مرمى دائما ياتي حراس مثلا ويشبهونه بمحمد دعية، هل هذا يشكل عبء ثقيل على حارس شاب مثل خالد شراحيلي اللي برز في هذه المباراه؟ بالنسبه لاخوي محمد دعية اكيد انهم استفادوا منه، حارس كبير والكل يستفيد منه، والكل يعني يتكلم عنه على مستوى العرب، على مستوى اسيا، اكيد على مستوى الخليج، ونتمنى للجميع التوفيق، وان شاء الله ربي يوفقنا في الجاي ان شاء الله. شكرا محمد. الله يعطيك العافيه.